السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، يا أهلا وسهلا بكم. النهاردة يا جماعة أنا في العباسية، وهنتفرج النهاردة على جولة من العباسية، وهنخش صلاح سالم، نتفرج على صلاح سالم. أو بلاش نتفرج على صلاح سالم النهاردة يا جماعة، خلينا النهاردة نطلع من العباسية. احنا دلوقتي في شارع اللي فيه مستشفى الزهراء والمستشفى الإيطالي والمستشفى اليوناني. طبعا انا بصور لكم وقت الغروب، الساعة دلوقتي 6:15. طبعا الحمد لله رب العالمين. النهارده لسه جاي حالا من دار الافتاء. طبعا رحت دار الافتاء عشان خاطر ده الصح والطبيعي لأي حد يحلف يمين على مراته، لازم يعرف مصير اليمين دي ايه. فلازم يروح دار الافتاء، يعني اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عشان نعرف الصح من الغلط، ويبقى حياتنا ماشية بالحلال وبما يرضي الله. طالما بدأنا او ما دام اتفقنا ان احنا هنمشي بما يرضي الله. فطبعا اتصلت بزوجتي الحمد لله رب العالمين، ولاول مره في حياتها تسمع كلامي وتيجي، ودخلنا للشيخ جوه، وطبعا بستفها واداهم لها وقال لها قولي ندمنا على ما فعلنا. قال لك انت يا حبيبي. قال انا ولا قال لك انت؟ قال لك انت يا روحي. وقال لك انت كمان على فكره، وقال لك انت غلطانه. قال لي اسمع الكلام. ايوه المفروض انا بقى اقول له ايه؟ حاضر. بس يقول لي كذا كذا كذا. اسمع الكلام على طول. دي المستشفى اليوناني يا جماعه، احنا قعدنا اليمين دلوقتي. فالحمد لله رب العالمين، ربنا صلح الحال والحمد لله رب العالمين. ربنا يتمم الصلح على خير يا رب. احنا المفروض نذبح حاجه، نجيب فرخه مثلا، ارنب، بطه. ممكن اذبحك انا. انا؟ طب انت تضحي بيا انا؟ يعني تذبحيني انا وتعيشي مع ذكر البطن؟ اه. الحمد لله رب العالمين. طبعا ده يا جماعه اللي على ايدنا اليمين المستشفى الايطالي. ده شارع السرايات اللي احنا فيه دلوقتي، ده اسمه شارع السرايات. طبعا السفاره السوريه قدام شويه على ايدنا اليمين. ده مبنى مكافحه المخدرات اللي في وشنا هناك ده. هنا بقى السفاره السوريه في الشارع ده. المهم بقى نسمع كلام الشيخ وتسمعي كلامي بعد كده، بقول لك على حاجه تقولي حاضر ونعم، زي ما قال بالظبط. محل بيزيد الحاجه الساعه. ايوه احسن من الكلام. طر على قلبك يا حبيبي، طر على قلبك يا جماعه. والله يعني الرجاله مظلومه برضه. شوف الرجاله بتيجي على نفسها عشان خاطر اي حاجه في الدنيا، ولا فارق معاها اي حاجه، مش مشكله يا عم. بس في الاول وفي الاخر مراتك، يعني مفيش حاجه اسمها كرامتي وكرامتك، يعني لا، انتوا الاثنين واحد. مسكين يا جماعه. جدا جدا. طب عليا الطلبات بالثلاثه، انت لو لفيت الدنيا كلها ما هتلاقي زيي. انت لو لفيت العالم من شرقها لغربها ما هتلاقي زي ابو جلال. ماشي. هتجيبي خفه الدم دي منين؟ هتجيبي ابو جلال منين عنده قناه يوتيوب زي كده؟ بحط عليه شويه سكر. والله دمك خفيف. دي يا جماعه محكمه شمال القاهره، دي وزاره العدل. انت زي بتحط دي العباسيه. طبعا العباسيه اللي يشوفها دلوقتي ما يشوفهاش الصبح. ربع ساعه، نص ساعه عشان نعدي الحته دي. ده السجل المدني بقى بتاع العباسيه يا جماعه. اللي هناك ده بقى مسجد الفتح. طبعا اللي في وشنا ده الكوبري، ده كوبري الدمرداش او كوبري العباسيه يا جماعه. ده الكوبري اللي بيقطع ميدان العباسيه. ده مسجد النور اللي هناك ده. طبعا الناس دي عامله طوابير عشان الميكروباصات يا جماعه. يعني الميكروباصات هنا دي ميكروباصات حلوان، فطبعا ميكروباصات حلوان هنا قليله جدا،
تلاقي الناس واقفه بالطابور كده عشان اللي جاي الاول ما يجيش واحد جاي بعديه يقوم واخد الدور بتاعه. اه بيقفوا بالطابور كده ورا بعض عشان كل واحد يبقى عارف دوره فين. ده جاي الاول، ده جاي التاني، ده جاي التالت، ده جاي اخر واحد كده. ممكن الميكروباص يكمل على واحد واقف في الشارع لسه مستني الميكروباص. طبعا الدخله داخل من الميكروباص دي لو انت هتلف وترجع تاني، وفي لفه تانيه برضو من الميدان من قدام شويه. ده ميكروباص بيتنصح بقى. بص انا جاي من الشمال قوي وداخل يمين قوي. طبعا احنا لما دخلنا دار الافتاء احنا كان باين على وشنا يعني احنا لما دخلنا جوه الشيخ قال لنا اطلعوا اقعدوا بره شويه، او اول ما دخلنا انت مطلعين كذا مره، فقلنا له يعني، بس بصينا لبعض كده بص اللي هو ايه يعني مفقوسين قوي كده معروفين يعني. فاتضح لنا ان كل اللي بيجوا هنا مطلقين كلهم، مطلقين كذا مره يعني. فعرفنا بعديها بقى ان سبب من اسباب الطلاق في مصر هنا رجاله. الستات. الستات ازاي؟ رجاله. ازاي انت بتنسي الكلام تلحقنا؟ ده احنا لسه خارجين من عنده. قال لك الستات هي السبب، مش قال لك اسمعي كلامه؟ يبقى انت السبب. لا الراجل. ازاي؟ اشرحي لي وجهة نظرك. ايه اللي هيخلي الراجل يقول انت طالق مجنون هو؟ قال لك امسك لسانك. ايوه. لو في ايدك مسدس هيضربك. ايوه قال لي الطلقه دي زي طلقه المسدس بالظبط. انت لو عايز انت بتهددها بالطلاق وتقول لها ارجعي او اقفي او ايا كان السبب، يا اما هطلقك، وهي ما سمعتش الكلام تطلقها زيها زي الطلقه بالظبط كده بتاعت المسدس. لو معاك اخر طلقه وقلت لها اقف يا اما هضربك بالنار، لو ما وقفتش هتضربها بالنار. فطبعا قلت له لا. وهو حقيقي فعلا انا ما كانش قصدي ان انا اطلقها بامانه، بس هي اللي ما بتسمعش الكلام. مش هو قالك برضه ان انت ما بتسمعش الكلام؟ عرف منين انك ما بتسمعش الكلام؟ شايف في عينينا. ده يا جماعه اذان المغرب، الساعه دلوقتي 6:30 إلا 5. دي جامعة عين شمس يا جماعة، بعد النفق على طول اللي احنا طالعينه ده أو بعد كوبري المشاة. جامعة عين شمس. مش الوقت متأخر على البنات؟ هو ده الوقت دلوقتي لسه خارجين دلوقتي من الجامعة. ده باب تجارة ده صح؟ اه. دي كلية تجارة دي صح، جامعة عين شمس. دي مستشفى عين شمس بقى تخصصه يا جماعة، لازقة في الجامعة بتاعت عين شمس برضه، من جنب باب تجارة كده. المهم يا جماعة الحمد لله احنا اتفقنا ان احنا نبقى كويسين ونسمع الكلام ونبقى شطار، واللي فات مات، ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن من اللي فات. مش كده ولا يا ابو غلال؟ ان شاء الله. طبعا في مسجد جاي قدامنا على ايدنا الشمال، ده مسجد جمال عبد الناصر. طبعا ده وقت الذروة، فلازم تلاقي الدنيا ايه بقى، تبدأ تتزحم شوية، تفك شوية،
تلاقي شارع زحمه، تعدي الزحمه ما تلاقيش فيها اصلا اساس للزحمه، بس هنا الزحمه بسبب العربيه بتاع التجميل من القاهره. ده مسجد جمال عبد الناصر يا جماعه. ده موجود في ما بين الحدائق والعباسيه. كده احنا في بداية خليفة المأمون من ناحية الحدائق. مصر جميلة بالنهار وبالليل، ده يمكن بالليل أجمل بكتير. ده فندق مارشيل اللي احنا قاعدين عليه من شويه. ده بقى فندق تريامف اللي على ايدنا اليمين دلوقتي، ده بس هناك ده. طبعا انا عملت صفحه على الفيس اسمها عقارات مصر. لو حد حابب يأجر شقه باليوم او بالشهر او يشتري شقه تمليك، دي صفحه انا لسه عاملها جديد برضو. هسيب لك لينك الصفحه في صندوق الوصف. لو حد حابب نازل اجازه يعني ولا حاجه وعايز يأجر شقه في مصر ولا حاجه، الحمد لله اتعرفت على ناس يعني اسعار كويسه، شقق نظيفه جدا في اماكن كويسه جدا. فيصل، شارع شهاب، شارع سوريا، يعني حاجات هتعجبكم ان شاء الله. انا يعني في صور لشقق انا مسجلها على الصفحه دي او منزلها على الصفحه دي مع التفاصيل بتاعتها كلها. لو حد حابب يبص عليهم يعني ويخش على لينك الصفحه هسيبه في صندوق الوصف، وقولوا لي ايه رايكم، واللي يحتاج اي حاجه ان شاء الله نوفرها يعني باذن الله. طبعا الشقق اللي هي متصوره دي موجوده ومتوفره، يعني هي مش صور بس، لا ده صور شقق موجوده فعلا بالفعل، و يعني انا جايبها بسعر حلو جدا يعني. شقق مكيفه، امن وحراسه، اسانسير، نظافه، شارع رئيسي، ان شاء الله حاجه تبقى كويسه. طبعا كده يا جماعه احنا في خليفه المأمون عند سوق الكمبيوتر كوين، سوق المستعمل. المفروض بقى بالمناسبة السعيدة دي تعمل لنا أكلة حلوة النهاردة. إيه؟ تعمل لنا أكل إيه؟ بمناسبة بقى يعني إن إحنا تنازلنا وتواضعنا. هو انت ما بتبطلش اكل؟ هو أنا أكلت؟ لسه واكل. ناكل تاني؟ هو إحنا هنبطل؟ نفتح نفسك. اللهم امين يا رب. انا من ساعه ما رحت دار الافتاء وقال لي يا ابني روح، الهي ربنا يبارك لك ويهديها لك ويصبرك على اللي انت فيه، انا ما قلتلوش. عشان افتكرت حاجه. طب لحظه واحده يا جماعه ونرجع تاني. انا بس كده. استنى ايه؟ مش مستني. احنا هنقول اي كلام. براحتك، انا قلت لك على الوقت. ايوه، طب ما انا قايل لك ان هم اتنين صحيح. لا، واحد كان من شهر 8 8 لما الشيخ اتصل عليا. طيب يبقى من شهرين صح زي ما انا قلت له. لا، احنا في شهر كام؟ مش من 8. احنا في شهر 10، ما هي شهرين يبقى شهر 10. يا عمي لا لا لا،
محمد ساعة ما كنت كانوا بعد قرايب في البسملة حاجة زي كده. ده آخر واحد. انت رجعتي بعد ريان فتحي البسمله؟ لا. قبليها رجعتي؟ لا ايه؟ كنت جاية أحضر وماشية. وقعدت؟ لا مشيت بقى لما انت رميت عليا. احنا في ميدان روكس يا جماعه، ومعلش بعتذر لكم بس المناطق ايه شكلها كده الدبس بيخليها تفكر كتير. براحتك. قول لي براحتي. هو انا قلت له اللي حصل، ما فيهاش كدب، هنكدب على نفسينا ولا هنكدب على ربنا ولا هنكدب على مين بالظبط؟ دي سينما روكس يا جماعه ايه. الحاجات دي يتقال فيها الحق ويتقال فيها الصح عشان تبقى عارفه انت تبقى على نور. ده شارع النزهه يا جماعه اللي احنا فيه ده، ما حدش يسمع كلامها. ده شارع النزهه ده. انت سخنه ولا ايه؟ والله شكل لا الحمد لله. دي الميرلاند يا جماعه على ايدنا الشمال. طبعا الميرلاند اتطورت وبقت حاجه تاني خالص 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 خالص. نعم؟ الحمد لله الحمد لله. طب المفروض بالمناسبه السعيده دي انا من الصبح عمال اصرف، عمال اجيب في اكل وعمال اجيب في بيبس وعمال، وانا اللي جايب. انت فين من ده كله؟ انا وانت واحد. بعدين بقى في الكلام بقى اللي هو بيثبتوني بيه ده بقى. والله احنا ضعفاء قدام الكلام الحلو يا جدعان، بس مش كده برضه يعني. طيب انا جبت البيبسي وجبت الاكل، ايه عزميني انت على وهات لي بان كمان. ايه؟ وهات لي ايه؟ واجيب لي بان. اوكي. ده شارع ايه ده لو تعرفوه؟ ده شارع الحجاز. كده على طول زي ما احنا كده، الحجاز وهليوبلس والمحكمة. الميرلاند يا جماعة على ايدنا الشمال دلوقتي. طبعا اتطورت وحاجة بقت جميلة جدا بصراحة يعني. ميفارلي ده منتزه سياحي بس حاجة فاخرة فاخرة. بص قدامك تلاقينا لابسين. طبعا لو حد عايز شقة هنا برضو في وش الميرلاند في شارع الحجاز يا جماعة على الشارع الرئيسي برضو موجودة إن شاء الله. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا قدرني وقدرت أوفر تيم كويس بصراحة يعني. نشتغل كلنا مع بعض. في ناس متخصصة في الشقق، في الاستوديوهات، الدوبلكسات، إيجار يومي، إيجار شهري، تمليكات، الحاجات دي كلها يعني تبقى تخصصات. الحاجات دي التخصص فيها بيبقى جميل جدا، على الأقل تبقى أنت ملم بجميع بنود العقد وإنك إزاي تقدر تبقى أنت واخد حقك مظبوط. يعني أنت اللي يشتري ده يبقى ضامن كل حقوقه، عشان أنت راجل تدفع فلوس، أنت مش هتدفع ورق كوتشينة يعني. ده مسجد الخلفاء الراشدين يا جماعة، حاجة جميلة بصراحة يعني. أشهر مسجد في مصر الجديدة هو ومسجد الفتح اللي هو ناحية ألف مسكن. بقول لك ايه، ما تيجي نطلع على اكوا بارك كده ولا نطلع على دريم بارك او دريم لاند، اي حاجه. جالك قلب وسايب عيالك، عايز تتفسح، عايز نفسك. هو انا هروح لوحدي؟ ما انت هتيجي معايا. لا. طيب يعني مش عايز تيجي معايا احتفالا باليوم السعيد ده؟ انا حاسس ان انا متجوز من اول وجديد. حاسس ان انا عريس جديد وعايز اقضي يوم عسل، مش شهر، يوم عسل نفسي. اجيب لك شويه عسل لا بس بجد بقى، بجد يعني عايزين بقى كده ايه يعني، ننصح كل زوجة بتنكد على زوجها تقولي لها ايه؟ انصحيها كده. ايه؟
نكدي عليه صبح وليل. نكدي عليه صبح وليل. انا بقول لك انصحيها، ده انت كنت لسه بتعيطي بدل الدموع ميه. انصحيها كده عشان خاطر لو في نيتها حاجه ترجع عن اللي في رايها. على الاقل انت واحده ست زيها تقدري تنصحيها، تقولي لها ايه. وربنا يهدينا. وكل ست مالهاش غير ايه؟ بيتها وجوزها وعيالها. صح كده، وتسمع الكلام. هو يسمع كلام الراجل. مين اللي ما بيسمعش الكلام؟ هو الراجل ما بيسمعش الكلام؟ هو في اكتر من الراجل بياخد معاه الزباله وهو نازل الصبح وهو راجع يجيب معاه شنط وهو راجع. في هو في راجل بيعمل كده؟ ده انا ما كنتش بشيل لامي شنطه الزباله. الست تعبانه وشقيانه برضه. تعبانه وشقيانه في ايه؟ ما انتوا قاعدين في بيت بسم الله ما شاء الله، يعني من التلفزيون والكنبه والمطبخ والحمام والاوضه النوم، شكرا على كده. شيخ. هو في حاجه تانية اكتر من كده؟ تيجي انت تجهز اكلك ولا بتغسل غسيلك؟ هو الاكل والغسيل ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله الغساله ما خلتش. يا شيخ. ده الغساله بتكوي دلوقتي. وايدينا دي اللي وجعتنا. من ايه؟ غسيل. المواعين؟ غسيل. غسيل ايه؟ انت بتغسلي على ايدك ولا في غساله؟ يا شيخ ونطلع بايه؟ مش بايدينا؟ طلع ايه يعني؟ انت بتتعبي انك بتطلعي الغسيل من قلب الغساله والثلاجه؟ احمد ربنا. ها؟ تيجي تمسح انت الشقه؟ مش ده كله ست؟ ما كل ده نص ساعه. 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 انت دوبك. هو انت بتعملي ايه؟ انت بتشيلي شارب السجاد؟ وقلب. شارب وقلب. هو انا عايز اعرف حاجه بس، ما انت يا دوبك بتشيل السجاده من هنا تنفضيها في قلب الارضيه وبالمقشه ثم كنسه الارضيه، بعد كده تقوم رشه ميه ومسحاها مش الميه. ايديك دي اللي شايلها؟ ايه؟ مش ايديك دي بتتعب؟ ايديا اللي بتتعب؟ مش ايدينا بتتعب؟ يا حبيبي قلبي بسم الله ما شاء الله انت معاكي اولاد، ما انت شيلي واد دي وانت شيلي بنت دي وانت ود دي وانت هات دي، انت قاعده بتريسي عليهم. يا شيخ. انت بتعملي غير انك بتريسي عليهم؟ لا انت اللي بتعمل. انا راجل بطلع اشتغل بايدي ورجلي ونظري ومخي. يحزن عليا. اهو رجلي ماسكه فرامل ودبرياج، والايد التانيه ماسكه عصايه الفتيس، ايدي التالته وايديا اليمين والشمال ماسكين الطاره، عيني بص على الطريق، مخي شغال على الطريق اللي انا رايحه. لسانك مش مبطل. لساني شغال 24 ساعه اثبت في الزبون، براضي فيه. ماشي. يعني انا جسمي كله شغال وتعبان وشقيان. حبيبي. عشان تعرف بقى انتوا بقى بتعملوا ايه في الكلام ده كله. انتوا مش حاسين بتعب الراجل وفرهدته في الشارع والشمس اللي بتضرب في نافوخه. لا ما الست طلعانه عينها في البيت. في ايه في البيت؟ بتعمل ايه في البيت؟ ما انا قلت لك. بس يا واد بس يا بنت بس. الست بتتعب ازاي؟ يعني انتوا بتتعبوا من الكلام. انا عمري في حياتي ما شفت ست بتتعب من الكلام بصراحه. عمري ما شفت ست بتتعب من الكلام. انا بقى بتعب من كده. اول مره تحصل معايا واشوف واحده بتتعب من الكلام. انا يعني كل ست بشوفها وتعيد وتزيد وتيجي وتجيب. وانا برضك ما شفت ازاي الراجل. لا مفيش راجل كده. مفيش راجل. عمري ما شفت راجل لتات وعجان. الراجل بيحب الهدوء والسكوت السكينه. مش عايز الراجل ما كانش يقعد ينبذ بالكلام. ما هقول ايه؟ كلام ايه اللي ينبذه؟ هو الراجل بيعرف يتكلم اصلا؟ ده انتوا اللي بتطلعوا من لسانه الكلام الوحش. يا شيخ. بتنرفزوا له لحد ما يطلع الكلام الذي لا يستحمله عقل بشر. مساكين. مش مساكين، احنا محتاجين حد يحتوينا، محتاجين حد يطبطب علينا، يحس بينا، يقول لنا طب الله كتر خيركم ويقويكم ويعينكم على اللي انتوا فيه، ربنا يقدركم على مصاريفنا، روح الهي ربنا يرزقك برزقنا. هو الراجل عايز كده، عايز الكلام الحلو، الطبطبه. يا روحي. ايوه كده يا قلبي. الراجل لازم يحس بنفسه، لازم يحس بقيمته، يحس بتعبه دوت في مراته وعياله. كده في التجديد. اول ما يفتح الباب البيت يلاقي كله بينط في حضنه. يقول له ايه الحمد لله على السلامه. بالظبط. جدع. شرفتنا. جدع. شاطره. نورتنا. انت فين؟ البيت كان مضلم من غيرك. لا عارفين ناكل ونشرب من غيرك. ابدا. يا مهنينا يا مستتنا يا مهنينا. ايوه. لا. عرفت ان الرجاله عايزه
نط في اي حاجه وخلاص. يا بنت تنط في ايه؟ الراجل ده يعني يعني طفل صغنن عايز مراعية برضه زيه زي ابنك. ايوه عايز يقول له حبيبي. يا قلبي يا روحي يا عقلي انت فين؟ ما اتأخرت عليا ليه؟ ابدا. انا مش قادر اعيش من غيرك كده. مفيش بنت ما بياكلش عيش. قول لي ما باكلش عيش. حب. لا يا سلام. يا بنت الحب ده هو اساس الحياة اللي احنا عايشينها دي. ما تاكلك كان زي احسن، ما بقاش فيها حاجة. اتدلقت عليا. الراجل يحب الكلام الحلو، يحب التقدير. قدرني تتقدر، قدر تتقدر، تغلط تتقدر. طبعا يا جماعه احنا كل ده في شارع الحجاز، كل ده لسه وما زلنا في شارع الحجاز. اتمنى الحلقه تكون عجباكم النهارده يا جماعه في حلقه العتاب بيني وما بينهم وبسمله. الحمد لله احنا عدينا الموقف وكنا رايحين حاطين ايدينا على قلبنا ان بصراحه يعني، لان الشيخ لما دخلنا له بصراحه قال لنا يا ابني ده التالتة، يا ابني انت جاي ليه يا حبيبي؟ روح روح يا بابا. قدرنا بره. قال انت بروح استنوا بره. هو قال لي استنى بره. بصراحه انا ايه يعني هديت شويه، اطمنت، وبطني الوجع خف منها شويه الحمد لله. طبعا زوجتي ما بتسالني ها ايه اللي هيحصل، قلت له الله اعلم بقى يا بنت، ادينا مستنيين بره ما نعرف هيرد علينا بايه. ساحت في العياط، طبطبت عليها واحتويتها كأي راجل بيحتوي مراته، لأن طبعا احنا هم مالهمش غيرنا يا جدعان. والله احنا لازم نستحمل غصب عننا، في أولاد وفي أطفال، وهم لو ما بيحسوش احنا نحس، ما بيقدروش احنا نقدر. معلش نعديهم واحنا رجالة ازاي؟ لازم نعدي ولازم نسايس ولازم ندادي. ما كناش نعمل كده، مين اللي هيعمل كده؟ خلاص بقى، ربنا يهديهم وياخدهم ويريحهم. ربنا يخليك لي يا رب يا روح قلبي، ويحرمنيش منك يا رب، واشوفك زي ما انا عايز. طب انا بدعي لك. مش عاجبني. مش ايه؟ مش عاجبك. مش عاجبك بقى؟ انا مش عاجبك؟ ده احنا لسه ما روحناش على فكره، ممكن نلف ونرجع تاني. قال مش عاجبك. ده يا جماعه محطه مترو النزهه اللي هناك اللي في وشنا دي. دي محطة مترو النزهة. محطة مترو النزهة دي موجودة بالظبط على جسر السويس عند محطة الجراج. محطة الجراج اللي على جسر السويس دي محطة مترو النزهة يا جماعة. دي الدخلة بتاعتها ودي المحطة بقى. دي بقى محطة الجراج. ادي نادي النخيل اهو على ايدنا الشمال دلوقتي، ده نادي النخيل. ايه ده كده مترو بنزين؟ ايوه دي محطة الجراج بقى. ده المترو الخط الرابع يا جماعة. ده واخد لغاية العباسية ولغاية عدلي منصور، يعني بيبدأ من العباسية لغاية عدلي منصور. هما الكام محطة دول بس اللي شغالين مؤقتا دلوقتي. طبعا الزحمة دي بسبب الملف، الناس اللي بتلف شمال تلف وترجع عاملين ايه؟ هما اللي بيعملوا الزحمة دي. انما لو كملنا قدام شوية مش هنلاقي في زحمة اصلا. طبعا على ايد الشمال دلوقتي شارع ال40.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان ربنا عداها على خير يا جماعه، وان الميه رجعت لمجاريها والصرف الصحي اشتغل تاني، لان البلعات كانت هتضرب. الحمد لله. عايزه تقولي حاجه تانية يا حبيبتي؟ ها؟ هل بلعت ايه اللي بتتكلم عنه؟ هل لديك اقوال اخرى؟ يعني الميه رجعت لمجاريها الحمد لله، لان المجاري لو كانت فضلت مسدوده كانت البلاعات ضربت، انما احنا سلكنا المجاري الحمد لله، فالميه راحت فين؟ رجعت لمجاريها. مش المثل بيقول كده؟ ربنا يهديك. اللهم امين يا رب، يا رب يهدينا ويهديك يا رب. ده يا جماعه حديقه بدر يعني ايدنا الشمال. هل لديك اقوال اخرى؟ تيجي نخش في حديقه بدر شويه كده احتفالا بالليله السعيده دي. احنا النهارده اتولدنا من جديد. احنا النهارده عرسان جداد. ايوه طبعا. عيب عليك. ايه اللي يا راجل عيب عليك دي؟ في ايه؟ ده اذا ما كانش الشيخ هو اللي قايل لك اسمعي كلام جوزك. ايه؟ ايوه ما قالكيش كده؟ ما قالكيش يا مدام اسمعي كلام جوزك عشان عيب وحرام هتخش النار؟ طيب عايزه تخش النار بقى ما اسمعيش كلامي. انت حره بقى. والله؟ اه. قال لك احسبها ولا ايه؟ لا طبعا. كله بالخناق الا الحب بالاتفاق. يعني احنا اتفقنا ان احنا نحب بعض ولا احنا حبينا بعض كده على طول من نفسنا؟ انا ما اعرفش، مش فاكر بصراحه، انا لقيت نفسي بحبك كده مره واحده مش عارف ليه. الحب ولع في الدرة. انا ما عنديش ارض زراعيه ولا بزرع ذره. دي حديقه بدر يا جماعه، ده السوق بتاعها، ودي البوابه بتاعت حديقه بدر. كده احنا على جسر السويس، والدخله اللي جايه يا جماعه داخل شارع ال40، وتقدر برضه تروح تخش طريق بلبيس من هنا، طريق ال100، وطريق الدائري برضه من هنا من طريق ال100 برضه. وفي كوبري هنا اسمه محور الفريق ابراهيم عرابي، اول ما تخش الشارع فيه كوبري، هو الكوبري ده. كده احنا هندخل قدام الجراج، ندخل يمين من هنا شارع 6 اكتوبر. يعني نوعا ما الجو النهارده كويس الحمد لله، والدنيا مش زحمه الحمد لله. ده كلام يعني. شفت التوك توك كان عايز يعمل ايه؟ عايز يعدي ويجي بوشه في وشي. دايما التكاتك مصدر ازعاج، مصدر للصداع. بس انا بصراحه ضغط عالي. اول ما دخلت وقعدت جوه قال لي يا ابني انت كده ايه، انت كده خلاص، انت كده اتطلقت يا ابني. اول ما قال لي الكلمتين دول قلت له انا جاي لك تحل ولا جاي لك تفوق ولا جاي تفركشنا من بعض؟ لا شوف لي حل، الله لا يسيئك.
عكس عادي 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 يا جدعان، يعني الناس لبعضيها والشوارع لبعضها، ومن خد ود صار الشارع شارعه يعمل فيه اللي هو عايزه. في ايه محمد؟ في ايه؟ انت هتلبسنا في الميكروباص وتقول لي في ايه؟ انا لبستك في الميكروباص؟ الفحش اللي انت فيه ده ما ينفعش. انت بتكلمني كده ازاي اصلا؟ احسن من ايه؟ صح عشان انا بنام. صح عشان انت بتنامي. هو انت تاكلي تتقلي من هنا ولا ايه؟ اهم. لا صح احنا لسه هنروح، لسه في اكل هيتعمل، لسه في فراخ مشويه. هنهزر ولا ايه؟ ده الليله عيد، الليله ابو جلال اتولد من جديد. ده شارع 6 اكتوبر يا جماعه. طبعا المكان هنا يا جماعه كان مردوم بص كان لا يصلح للاستخدام البشري. المكان هنا كان لا يصلح للاستعمال البشري. هنا طبعا كان في خط سكه حديد، وسور خط السكه الحديد كان قافل على البيوت اللي في الجنب اللي احنا فيه ده. والناحيه التانيه طبعا كان طريق مدق كده، وكان مطبات كله، ميكروباصات كانت قافله الشارع، وطبعا محلات كانت ب3 تعريفه. دلوقتي طبعا لما الشارع شفته عامل ازاي دلوقتي، بقى كل حاجه ليها ثمنها. ابو جنيه بقى ب3، وابو 1000 بقى ب10، وابو 5 كان بقى ب7. لا الدنيا اتغيرت وحلوت ونطفت وبقت اجمل من الاول بكتير. نصحى شويه ونفوق كده عشان ما ينفعش اللي انت فيه ده. صح يا بابا، صح يا بابا، صح ما تناميش. هو قال لي يا ابني انت بص تسمعش كلامك اضربها. انا مش هسمع كلامه. ما قالش كده؟ وقال لك كده؟ قال ايه؟ ده الراجل اللي يمد ايده على مراته داخل جهنم حد. ايه ده؟ طب ما يمكن هي اللي تنرفزه عشان يعمل كده. ولو امال يعملها ازاي؟ يعني هو عشان يسيطر على الموقف يسيطر ازاي؟ حنيه. مش فاهم. يعني هي تزعق له، هو يقول لها بليز؟ لا امال ايه؟ الست تزعق. ايه؟ الست كده مستفزه شويه. انا افهم مستفز الرجاله في ايه؟ اذا كان الراجل بيبقى جاي من بره طلعان عينه ملايكه يا بنت مش بيشتغل طلعان عينه في الشارع. هو في حين يتكلم في البيت؟ ما شفتش راجل لما يكون شطوط. ايه ده؟ طب بالله عليك يا هو الواحد في حين يعمل مشاكل لما يروح؟ يعني هو طلع عينه في الشغل بره، في حين لما يروح يعمل مشكله؟ الراجل لو ما كانش ينبس بالكلام ميبقاش راجل. يا نهار ابيض، يعني الكلام بيوجع؟ يعني الكلام بيوجع اكتر من الضرب، ولا الضرب بيوجع اكتر من الكلام؟ الكلام بيوجع اكتر من الضرب؟ الضرب يوزف ايه؟ مش الضرب ده لما بيعلم في الجسم بيظبط البني ادم؟ شيء يخليه ما يعملش كده تاني. هو كده بقى راجل صح؟ لا هو مش من هو بقى، هو مش قصه راجل. هو ما بيضربش عشان يبقى راجل. لا طبعا. هو اما بيضرب لان في حد بينرفزه وبيشده قصاده. خارج من بيت اهله عشان تتهان وتتشتم وتتضرب. ما هو برضه مش خارج من بيت اهله عشان خاطر يلاقي واحد هزقه وتقل منه. شيء امال ايه؟ هو حلال ليك وحرام لينا ولا ايه؟ فكروا برضه فينا شويه، ما احنا برضه بنبقى مضطرين يعني. يا حبيبي والله مش بنبقى مضطرين لحاجه زي كده، ان انت مش عارفه تسيطري على الموقف اللي يقول لك قدامك. المضطر يركب الصعب. ما هو ده الصعب بقى، هو ده الصعب. ترفع ايدك لفوق كده وتقوم نازل بيها على الصعب. طب انت مع اول كف خدتيه ما حسيتيش ان انت فقتي شويه؟ ما فقتيش؟ ما فقتيش من اللي انت كنت فيه؟ لا ما فقتش.
لا يعني ما حسيتيش ان انت منتعشه كده والدم جري في عروقك؟ صبرني يا رب، خلي لساني جوه بقي. ابعد يا شيطان، ابعد يا شيطان، انا ماسك اهو البلاستيك اهو. الحمد لله رب العالمين، اللي فات مات، واحنا اتفقنا نفتح صفحه جديده مع بعض، وان شاء الله اللي جاي كله خير باذن الله. اهم حاجه ما تضايقنيش، لان انت هتضايقيني هضايقك. طبعا اللي فات ده يا جماعه انا بهزر مع ام بسمله، انا كنت بنكشها يعني. بس حبيت اشارك معاكم اللحظه الجميله دي بصراحه، اول ما رجعت من دار الافتاء والموضوع انتهى على خير الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله موضوع زي ده ما يتكررش مره تانية، سواء مني او منها يعني. ان شاء الله مش هكرر تاني يا جماعه، ان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن، ودايما هيبقى ان شاء الله اللي جاي برضه هيبقى فيه تفاهم، في كلام مش ما ينفعش، يعني لازم يبقى فيه تفاهم بين الراجل ومراته عشان الدنيا تمشي، عشان نقدر الواحد يعمل اللي نفسه فيه، يبقى اتنين هدفهم واحد، ما يبقاش كل واحد ليه هدف معين. ويا ريت اتمنى من كل رجل وكل امرأة وكل فتاة ان يبطلوا يقولوا فلوسي وفلوسك، انت فلوسك وانا فلوسي، لا. يعني الراجل والست يا جماعة فلوسهم واحدة، الراجل تعبان ما بيشتغلش، الست بتصرف عادي يعني. ما هو ايد واحدة. ايوه ايد واحدة ما بتسقفش. طيب انا بقول لما الراجل يتعب يعني، لو جه فترة ايدك على ايد مراتك تبقى ايد واحدة، مش ايد مراتك شايلة الاتنين. لا صح، ده كلام مظبوط برضه يا جماعة، ده كلام مظبوط. ايد الواحدة ما تسقفش برضه، وتربي جناح مكسور ما يطيرش. يا رب. الحمد لله. طبعا انا حبيت اشارك معاكم اللحظه الجميله دي، واشارككم فرحتي، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. احنا كده يا جماعه في عزبه النخل، بس ايه، من شارع الصحه من جوه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات شوارع مصر. ام جلال، في نفسك اي حاجه؟ نفسك في اي حاجه تقوليها؟ قولي. مفيش حاجة. طيب انا عن نفسي الحمد لله راضي وصابر، وان شاء الله اجرنا الجنه باذن الله. ان شاء الله. اللي يعيش مع الستات دي بدماغها دي، ده الراجل ده ليه الجنه بصراحه يعني. انا بقول كده. الرجاله على اللي بيشوفوه دولت واللي بيحصل لهم ده، سواء في الشارع وفي البيت وعيال ومصاريف والدنيا بقت غاليه. الرجاله تخلي الست تشد في شعرها. ليه؟ هو احنا اللي بنشتغل ولا انتوا؟ كده يعني الست ما بتطلعش تساعد الراجل. بتطلع تساعد الراجل. فين بقى؟ فين بقى ايه؟ فين؟ هو مين اللي فين؟ فين ما انت اهو. انا تقول الست بتعمل ايه؟ ايوه بتعمل الست. طلعانه عينيها بالشرح هي كمان. ما هو مش كل الستات بتشتغل. مش ايه؟ ولا كل الرجاله بتشتغل، بس هنقول ايه مثلا، يعني الست برضو بتساعد وكل حاجه، كتر الف خيرها، بس برضو شغلها مش زي شغل الراجل عليه مجهود جامد. الست عليها مجهود ضعيف. طب اخرج كده هتلاقي الستات شغاله اكتر من الرجاله. الستات شغاله اكتر من الرجاله؟ ربنا. ازاي؟ هو انت عشان بتركبي في عربيات السيدات وشايفاها كل الستات، طب ما لازم عربيات السيدات تبقى كلها سيدات. والله ابدا. ايوه يا حبيبتي. ايوه. وانت ما انت عشان كل مكان بتخشيه مليان سيدات، فانت شايفه ان الدنيا كلها سيدات، وانا المكان اللي بخشه كله رجاله. ماشي. فانا شايف ان العالم كله رجاله. ماشي. قصدك تقول الستات رجاله يعني؟ لا مش رجاله، مش ستات رجاله، انا قصدي ان كل واحد على حسب ما بيبص للموضوع من منظوره يعني. ماشي.
ماشي. انما انا على فكره ده كل قليله من البنات من الستات اللي بتشتغل على فكره. انما الباقيين اللي انتوا بتشوفوهم في الشارع دول خارجين يعملوا شوبينج، خارجين يشتروا بفلوس الراجل اللي تعبان وشقيان. عقبال احنا كمان ما نعمل شغل. ان شاء الله عادي. بتعملي شوبينج في مين؟ ده يا جماعه كوبري محمد نجيب، ده ملعب ده تحت الكوبري. بكده تكون انتهت حلقه النهارده يا جماعه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات شوارع مصر. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده وشوارع مصر. يلا كاكو بقى وشير سبسكرايب. ام جلال بتقول لكم لايك وشير وسبسكرايب. حاجه تاني قولي بس. ايه كفايه عليهم كده. نشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات شوارع مصر. السلام عليكم.